الرعب يضرب مصر، سفاح الجيزة. تخيلوا معي قصة هزت قلوب المصريين، قصة مليئة بالغموض والرعب، قصة سفاح الجيزة قذافي فراج عبد العاطي اللي ارتكب جرائم قتل بشعة، جرائم هزت المجتمع وأثارت الرعب في كل مكان. الناس كلها خافت، ازاي في حد ممكن يعمل كده؟ كيف يمكن لشخص أن يكون بهذه القسوة؟ ازاي يقدر يهرب بكل ده؟ كيف استطاع أن يختفي عن الأنظار لفترة طويلة؟ بقى اسم قذافي على كل لسان، في كل مكان الناس بتتكلم عن الجرائم، هو بتسأل هو ازاي عمل كده؟ أيها اللي وصلوا لكده، كيف تحول إلى هذا الوحش؟ القصة دي بدأت في الظلمة، لكن زي ما بيقولوا الشمس لا تغطى بغربال. الحقيقة لازم تظهر مهما طال الزمن. بشاعة لا توصف، ضحايا في دائرة قذافي. قذافي ما كانش بيقتل أي حد، كان بيخطط لجرائمه كويس، وكان بيختار ناس يعرفهم، أصحابه، زوجاته، حتى قرايبه. أول ضحية كانت صديقة عمره وثقت فيه، خان ثقتها وقتلها ودفنها في بيتي، وبعدها كمل حياته عادي. تخيلوا، قذافي اتجوز على زوجته مرتين وكأن ما حصلش حاجة. الزوجتين عاشوا في رعب منه، وللأسف انتهت حياتهم زي صديقة طفولته. قذافي فراج عبقري الشر أم محظوظ؟ قذافي كان ذكي بطريقة مرعبة، ما كانش مجرد قاتل، كان بيخطط لجرائمه بدقة، وكان عنده قدرة على التلاعب بالناس بشكل لا يصدق، وكان بيستخدم أسماء مزيفة عشان يوقع ضحاياه ويخدعهم بطرق مبتكرة، وكان بارع في التمثيل، يكسب ثقة أي حد قبل ما يؤذيه. كان عنده قدرة على إقناع الناس إنه شخص بريء وطيب. محكم للغاية، ما كانش بيسيب وراه أي دليل، كان بيخطط لكل خطوة بعناية فائقة، كان بيخبي جثث ضحاياه في أماكن مختلفة، وكان بيكمل حياته عادي كأنه ما عملش حاجة. أعتقد قذافي إنه هيفلت بجرايمه للأبد، لكن زي ما بيقولوا الدنيا دوارة، وفي النهاية كل مجرم له نهاية. سنين طويلة وجرايم قذافي متخفية، لكن زي ما بيقولوا ما تفرحش على النجمة لما تطلع، لأن الشيطان بيكون طلع قبلها. غلطة واحدة من قذافي كشفت كل حاجة، نسي تليفونه في آخر جريمة ارتكبها، والتليفون ده كان الخيط اللي وصل به الشرطة. التليفون كان مليان بأدلة دامغة، صور، محادثات ومعلومات شخصية، كلها كانت كافية لربط قذافي بكل الجرائم اللي ارتكبها على مدار السنين. بدأنا التحقيق في محتويات التليفون. الصدمة كانت كبيرة، صور الضحايا، محادثات بتثبت تورطه في جرائم النصب واحتيال، وحتى مذكرات بيحكي فيها عن جرائمه البشعة. كل دليل كان بيكشف جزء من شخصيته المريضة وبيوضح مدى خطورته على المجتمع. التليفون كان بمثابة صندوق أسود بيحمل كل أسرار قذافي المظلمة. الشرطة قدرت تقبض على قذافي واعترف بجرائمه بعد مواجهته بالأدلة، وسقط قناع البراءة اللي كان بيختبئ وراه. التحقيقات استمرت لفترة طويلة، لكن في النهاية العدالة انتصرت، وتم تقديم قذافي للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد. العدالة تأخذ مجراها، محاكمة هزة مصر. المحكمة كانت على كل لسان، الكل كان بيتابع التفاصيل باهتمام. قذافي ما كانش عنده مفر من العدالة. صدر الحكم بالإعدام، عبرة لكل مجرم، لأن العدالة في النهاية لا تهزم.